زهقتي بقى من طرق البانيه التقليدية؟ تعالى نعمل مع بعض احلى فاهيتا بالبطاطس. طريقة سهلة وبسيطة وكمان طعمها حلو جدا، وجنبها كمان شوية رز اصفر كده. اسهل غدوة هتعمليها في 10 دقايق. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا. اول حاجة جبت طماطميتين، بصلايتين، فلفلتين، وكمان بطاطساية. هقطع الطماطم، اقطعها كده كده صغيرة، واقطع الفلفل، فلفل اخضر الوان المتوفر عندك، وكمان بصلايتين كده حلوين، وكمان هقطع بطاطساية واحدة كده هتشرب من التتبيلة اللي هنعملها، وكمان هتكتر معاكي البانيه وطعمها هيبقى حلو كده لما تشرب من الصوص. بس كده يلا بينا بقى على البوتاجاز. معايا هنا بانيه متقطع شرايح، حطيت بقى شوية زيت سخن حلو قوي عشان البانيه كده ينزل ياخد صدمة، وهنزله بقى في الطاسة واديله كده تقلبتين 3 كده حلوين. بعد ما يتشوح معايا شوية، بعد كده هنزل عليهم بالبصل كده واديله تقريبا كده يتشوح مع البانيه تشويحه حلوه كده. وبعد كده انزل عليهم بالفلفل والبطاطس واقلبهم مع بعض كويس تقلبتين 3 كده حلوين يتشوحوا مع بعض. بعد كده تنزل عليهم بالطماطم واقلبهم بقى كده مع بعض، واروح اجيب بقى التوابل بتاعتنا. عندي هنا فلفل اسمر وبهارات وجنزبيل ومعلقه صغننه من الكركم، وكمان شويه من القرفه والملح، واديها كده تقليبه. وريحه الكركم بقى مع الفلفل الاسمر والبهارات مخليه ريحه الفاهيتا تحفه جدا. هديهم كده تقلبتين حلوين واسيبهم بقى يستووا عشان البطاطس والبانيه يستووا كده حلو. هغطي عليهم وهزود لهم بس نص كوبايه ميه صغيره واغطي عليها واسيبها لغايه لما تستوي حلو. ما بتاخدش وقت، يعني حوالي 10 دقايق كده ولا حاجه، ربع ساعه بالكتير هتلاقيها استوت معاكي. هسيبها بقى تستوي. وادي شكلها بعد ما استوت معايا، البطاطس استوت وقطع البانيه استوت كده، بقت جاهزه معانا الفاهيتا. ممكن تحمري جنبها شويه بطاطس، وممكن تعملي حبه رز زي ما انا عملت كده. انا عملت هنا شويه رز كده اصفر، حطيت بقى زيت ونزلت بالبصلايه وقرن فلفل كده حامي، واديهم تقلبتين مع بعض كده لغايه ما البصله بس تصفر، مش هحمرها قوي. وبعد كده هنزل عليهم بقى بورق لورا وملح وفلفل وكركم وكاري، وكمان الملح، وحطيت كمان قرفه. بعد ما يتشوح التوابل كده مع الزيت كده بتدي ريحه حلوه جدا، وكمان بتلاقي ريحه التوابل ظهرت اكتر. هنزل بقى بالرز المغسول واقلبه تقلبتين كده حلوين واشوحهم مع التوابل. وبعد كده هزود عليه الميه. الخطوه دي بتفرق جدا في طعم الرز لما بتشوحي التوابل والرز كده لوحدهم الاول. بعد كده بقى سقيت الرز بتاعي واسيبه بقى يستوي، وبعد كده نغرف الفاهيتا مع بعض ونشوف بقى طعمها عامل ازاي وبقت شكلها عامل ازاي النهائي. ادي كده الفاهيتا خلصت معايا. عايزه اقولك ريحتها تحفه جدا، وكمان موفره، وعملت معايا يعني طبقين كده حلوين كبار من نص كيلو بانيه. والبطاطس شاربه من التتبيله بتاعه الفاهيتا وطعم الفراخ، فطعمها حلو جدا. طريقه سهله ومش تقليديه زي كل مره، بانيه بانيه كده بتبقى يعني مش مستحبه على طول. وعملت كمان حبها جنبها حبه رز. طريقته سهله وبسيطه وغدوه سريعه كده وسهله. يا رب يكون بقى عجبكم الفيديو. بص بقى الرز كده مفلفل مع الفاهيتا بس كده. يا رب يكون عجبكم الطريقه بقى. لو عجبكم الطريقه متنسوش تعملوا لايك وشير. كنت معاكم مطبخ لينا. باي باي.